السلام عليكم. واحد الوزير كتم المحاكمة ديالو في بلاد أنيطة، يعني الجزائر. كتم المحاكمة ديالو دابا. في أول جلسة ديالو سولوه فين مشى 1 مليار دولار اللي تعطى ليك وتخسر، فين درتيه؟ كان الجواب ديالو كالتالي: 1 مليار دولار خرج وتعطى ليا باش نوقف صناعة السيارات في المغرب ونأثر على الدخول ديال شركة رونو للمغرب. شركة رونو اللي دخلت للمغرب واللي كانت أول شركة ديال السيارات في المغرب باش يوصل المغرب لهذه المرتبة اللي هو فيها في صناعة السيارات. دابا تعطات 1 مليار دولار من دولة الكبرانات الجزائر باش يتم توقيف هذا المشروع ما يدارش في المغرب. 1 مليار دولار شنو كان ممكن أنه يدار بها في الجزائر؟ شنو المواد اللي كان ممكن يوفروها للشعب الجزائري؟ شنو البنى التحتية اللي كان ممكن أنها توفر في الجزائر؟ شحال من قطار سريع كان ممكن أنه يتبنى في الجزائر؟ شحال من فندق كان ممكن أنه يتبنى في الجزائر؟ لا، هاد 1 مليار دولار تعطات لهاد الوزير باش يوقف صناعة السيارات ما تدخلش للمغرب. هذا مثال واحد فقط على شنو كدير الجزائر فقط لتدمير المغرب، محاولة تدمير المغرب. كلنا كنا كنظنوا أن الجزائر هي دولة بحالنا دولة وفيها مؤسسات وفيها شعب وفيها يعني تعليم وفيها جامعات وفيها في الظاهر كتبان بحال هكا. كنا كاملين كنصدقوا هذا الشيء، ولكن في هذا من 2020 من اكزاكتومون من ديسمبر 2020 لهنا اولا نوفمبر غادي نقول، يعني حادثة القرقارات ومن بعدها الاعتراف الامريكي، شفنا حاجة واحدة اخرى. شفنا دولة اولا بلوتو ماشي دولة، غنسميها عصابة. الشغل الشاغل ديالها هو محاولة تأخير التنمية في المغرب، محاولة تدمير صورة المغرب، محاولة تدمير المشاريع المغربية. مقدرات هذه الدولة الغنية جدا بمصادرها الطاقية، مقدراتها كاملة كتمشي فقط في ملف واحد، هو معاكسة مصالح المغرب. فين ما كانوا مصالح المغرب خاص تمشي هذه الدولة باش تعكسهم، تعطي الأموال الطائلة. كيظن أنها دولة فهو مخطئ. طبعا مرات كثيرة قدروا كيف قال كبيرهم الذي علمهم السحر أنهم يديروا للمغرب الحجرة في الصباط، وأنه يختر بزاف ديال الأموال على شي مسائل اللي لو أن هذيك الأموال مثلا تخسرت في الداخل على التعليم على الصحة كنا غنكونوا أحسن من بلدان كتعد من 7. ولكن مع ذلك قدر المغرب أنه يخطي خطوات عملاقة وأنه يفوت هذه الدولة ويخليها وراءه تنبح. المشكل أنه ماشي غير العسكر الحركي اللي حطتهم فرنسا من أجل هذا الغرض، فهي ماشي دولة، هي عصابة جابتها دارتها فرنسا في هذه المنطقة فوق هذه الأرض اللي اختارتها فرنسا واللي نهبت بها الثروات ديال الدول المجاورة، واللي فرنسا هي اللي كتستغل هذه الثروات. فجابت ذاك العصابة وعطاتها الأوامر وقالت لها هذه الدولة اللي حداك ما تربيش الريش. حاربونا اقتصاديا سياسيا ثقافيا، وحتى حاولوا أنهم يشوهوا الصورة ديالنا. مثلا أنا كنعرف واحد العائلة سورية يعني هنا في البلاد اللي كنعيش فيه، فكانت سولاتني المرأة قالت لي المغربيات ما المغربيات كاينين في سوريا حقا كيديروا كيخدموا في الدعارة. قلت لها مستحيل، المغربيات ما يمشيوش لسوريا، اولا لان العلاقات ما بين المغرب وسوريا ليست جيدة، ثانيا لانه المغربيه ملي غتبغي كاع تمشي لشي بلايص
ما تمشيش لسوريا، تقدر تمشي للخليج، تقدر تمشي لدول اخرى، ولكن سوريا غتمشي شي بلاصه اللي يعني على الاقل تكون فوق النيفو ديال المغرب ماشي تحت منه. من بعد تكلمت معها وعرفت منها بزاف ديال التفاصيل، اكتشفت انهم جزائريات اللي كيمشيو تما كيخدموا في المواخر وداك الشيء وكيقولوا بانهم مغربيات. هذه ايضا واحد يعني خطه داروها منذ سنين وسنين، وحنا المشكل اننا كناخذوا داك الشيء بالضحك وكانه ضحك ديال بصح. هما واخدينه بكل جدية في الخليج وفي الدول العربية، ضربوا الصورة ديال المغربيات، لصقوا لنا الدعارة والسحر في حين أنهم هما اللي كيمتهنوا تلك المهن. حتى أن الجزائر تكلاست ثانية في الدعارة عالميا، ماشي عربيا ولا إفريقيا، عالميا. كنشوفوا دابا يعني الفضائح ديال دبي وديال الكويت والسعوديه وزيد اللي بداو العرب كيعترفوا بانهم من كل ما كيشدوا شي وحده كتقول لهم مغربيه، بعد ذلك ملي كياخذوا اوراقها وكيديوها لعند الشرطه كتتولي جزائريه بقدره قادر. يعني راهم دايرين علينا واحد الحرب قادره على جميع المستويات، كيحاولوا أنهم يسوءوا أو لا نجحوا إلى أبعد المستويات أنهم يوسموا المرأة المغربية وأنهم يوسموا المغرب بشي حوايج ما فيهش، بسبب البروباغندا اللي دايرينها في الدول العربية، بسبب أن بناتهم كيقولوا بأنهم مغربيات بالعاني بأوامر من العسكر الجزائري. دبلوماسيهم اللي كتشوفوهم كيهضروا فقط على المغرب وعلى الصحراء المغربيه، وزرائهم ما يمكنش يخرجوا ما يتكلموش على المغرب، رئيسهم ما يمكنش ما يتكلمش على المغرب، شنقريحه ما يمكنش ما يتكلمش على المغرب، صحافتهم حدث ولا حرج لا تتكلم ابدا على الجزائر، تتكلم فقط على المغرب. بل انه الشعب الجزائري تم ترويضه وتوجيهه وإقناعه بأن العدو ديالو اللي مخليه أنه يعيش في الحالة اللي هو كيعيش فيها، الحالة المزرية اللي ما كيلقاش فيها الزيت وما كيلقاش فيها الطحين والطوابر والبنية التحتية المهترئة، بأن سبابهم هو المروك. واش هذا الشيء كيضحك؟ طبعا لا. كنخبر عليكم هاد الخبيره لان بعض الاخوان في واحد الفيديو درتو قالوا لي ما تقارنيش ما بين المغرب والاتحاد الاوروبي. انا نقارن ما بين المغرب والاتحاد الاوروبي، وكنقول لكم بانه الى حيدنا 2-3 ديال الدول من اوروبا المغرب احسن من الباقي وبكثير. هاد الشيء ماشي مجرد هضره وبروباغندا، ولكن هاد الشيء راني شفتو بعيني، اللي كتلقى ان ميزانيات مهوله بحال $1 مليار لايقاف صناعه السيارات في المغرب فقط. فعرفوا شحال من ملايير الدولارات اللي كتخرج من هذه الدوله باش انهم يخليونا متخلفين. عندنا مشاكل، نعم، الناس عندهم يد كبيره فيها، لان كيف قلت عندنا عاوتاني حنا ميزانيات ديال التسلح ديال الدبلوماسيه اللي كتحاول انها تدافع على الوحده الترابيه، وزيد ميزانيات مهوله ايضا اللي في بلاصه انها تمشي لنا للصحه والتعليم كتمشي في التسليح وكتمشي في الدبلوماسيه للدفاع على الوحده الترابيه ديال المغرب. لذلك انا ملي كنشوف فيديوهات ديال الضحك كيضحكوا كيقولوا هادوك الناس ما كيضحكوش صراحه. احنا الا جانا داك الشيء راه ضحك وكنضحكوا عليه لاننا غير واعيين بخطوره ما تقوم به هذه الدوله او هذه العصابه. ومني كنقول عصابه راني كنقصد كل شيء، كلهم عصابه موجهه تم توجيهها في اتجاه انها تضر بالمغرب من طرف اخبث دوله في العالم اللي هي فرنسا. المغاربه ما خصهمش يبقاو ياخذوا المساله على ببساطه وبضحك، وبان هاد الناس راهم كيضحكونا. نعم هما مضحكين لان العقليه ديالهم وقفات في واحد الوقت اللي هو ربما السبعينات ولا ما بين السبعينات والستينات، ولكن العداء ديالهم حقيقي، محاولة الإضرار بالمغرب حقيقي، محاولة الإضرار بالمغاربة حقيقي، ونجحوا إلى أبعد الحدود أنهم ينشروا علينا بروباغندا خاطئة جدا. هنا كمغاربة خاصنا
يعني نتصداو ليهم، ولولا الغباء ديالهم ما كناش حققنا المكاسب. واذا تبدل هذا لو ريجيم اللي عندهم وجابوا ريجيم واحد اخر واذكى، ربما غادي نلقاو صعوبات كبيره جدا. لذلك احسن ريجيم او لا احسن عصابه هي هذه، لانها عصابه غبيه كتقدم لنا الهدايا يعني على أطباق من ذهب. ولكن هذا الشيء لا ينقص من خطورتها، والمغاربة كلهم خاصهم يكونوا على بال ويدافعوا على بلادهم، على تراث بلادهم، على تاريخ بلادهم، على بنات بلادهم، على السمعة ديال بلادهم، يعني بكل ما أوتوا من قوة. واللي ما قادش يرجع للور، بحال هذاك وزير الثقافة اللي مقابل عنده أجندة معينة جا باش يديرها، وهي أنه ياخذ هذيك الصحافة كاملة ويشوف كيفاش يديرهم أنهم يرجعوا يخدموا غير معهم. هذا الشيء سبق والدار، ولكنه كيتبت كيف كنقولوا المسامر مزيان. نتوما شنو رأيكم في الكلام اللي قلت؟ كنتمنى تخليوا لي الآراء ديالكم في التعاليق. شكرا بزاف وإلى اللقاء.